تخيل كده تبقى قاعد في بيتك في امان الله بتتفرج على فيلم في التلفزيون وبتاكل فشار، وفجأة يجي مشهد لساحر بيقول تعويذة من السحر الاسود اللي هو من اخبث واقوى انواع السحر، وانت قاعد تتفرج ومستمتع ومش خايف لان اكيد كل ده تمثيل يعني مش حقيقة. ولكن فجأة تحس ان في حاجة بتتحرك جنبك وتسمع اصوات غريبة حواليك وتحس انك مش لوحدك في المكان. ده اللي حصل للناس في مصر والوطن العربي سنة 1988 وهم بيتفرجوا على فيلم عاد لينتقم، اللي كان فيه مشهد بيتقال فيه تعويذة من اقوى واخطر التعويذ السحرية، وهي العزيمة البراهتية، واللي هي عبارة عن طلاسم وقسم في السحر الاسود بيتقال فيها 28 اسم من اسماء الجن. واللي قال التعويذة دي هو ساحر خدم الجن طول عمره وبايع ابليس وبقى من اقوى السحرة والروحانيين في العالم، الساحر المصري السيد الحسيني الفلكي خادم ابليس، اللي نهايته كانت عبرة لكل انسان يسلك طريق الشيطان ويمارس السحر. الحكاية بتبتدي في مصر في الأربعينات. اتولد السيد الحسيني في القاهرة في أسرة بسيطة وعاش طفولة طبيعية جدا، ولكنه ساب التعليم في سن صغير وفجأة قرر يلتحق بمعهد عبد الفتاح الطوخي، اللي كان في الظاهر انه بيدرس علوم الفلك، ولكنه في الحقيقة كان مدرسة لتعليم السحر الأسود. وكان بيجي سحرة كتير للمعهد ده عشان يتعلموا على ايد الطوخي، اللي كان مشهور ومعروف بقوته في السحر وكان بيلقب بوريث وخادم إبليس. وبرغم قلة المعلومات اللي نعرفها عن الطوخي، إلا إن في معلومة مهمة جدا مؤكدة عنه، وهي إنه نشأ وتربى في بيئة صوفية، وده خلاه يهتم بالسحر والعالم الروحاني. وهتعرفوا ليه المعلومة دي مهمة جدا في الحلقات الجاية من السلسلة. وما فاتش كتير والحسيني بقى من اشطر الطلاب في المعهد، ووصل لمرحلة بعيدة جدا في فنون السحر الاسود لحد ما بقى يحضر اقوى الجن ويسيطر عليهم، وبقت تجيله عروض ومؤتمرات من دول كتير، وتعرف على سحرة كبار وتعلم منهم، وكتب مجموعة كبيرة من المؤلفات والكتب المختصة في علم الفلك والروحانيات وانتشرت بشكل كبير. وبسبب شهرته الواسعة في يوم جات له مكالمة تليفون من المخرج ياسين اسماعيل ياسين، كان محتاجه في مشهد معاه في فيلم بيعمله، واتفق معاه انه هيظهر في مشهد من الفيلم كوسيط روحي وهيقول تعويذة. وفي الوقت ده كان العرب بيحاولوا كتير انهم يعملوا افلام رعب ناجحة، ولكن كان الجمهور العربي بيتعامل معاها على انها شيء مضحك وتافه، وده طبعا بسبب قلة الامكانيات وضعف الحبكة الدرامية. وعشان يعمل المخرج ياسين اسماعيل حاجة تبان واقعية وتشد المشاهدين، طلب من الحسيني انه يقول تعويذة حقيقية بس يغير فيها بعض الكلمات عشان ما يحصلش مشاكل في الفيلم. والفيلم كان من بطولة الفنان عزت العلايلي، اللي عمل دور دكتور فقد بنته في حادث سيارة بسبب إهماله، فبيحس بالذنب ويبتدي يسمع أصوات غريبة في الفيلا الجديدة اللي سكن فيها، فتصور إن روح بنته بتلحق، ولكنه بيكتشف إن الروح لطفل وبيحاول يتواصل معاه من خلال جهاز تسجيل موجود في الفيلا، فقدر يعرف منه معلومات عشان يحل اللغز وروح الطفل تسكن بسلام. ودور السيد الحسيني في الفيلم هو بس المشهد بتاع التعويذة عشان يدي واقعية للفيلم مش أكتر، ولكنه خدع الناس كلها وقال العزيمة البراهتية كاملة وبشكل صحيح، فبدأ يحل الخراب على كل شخص كان موجود في موقع الفيلم بداية من فريق العمل. وشاف احد المصورين ظل اسود ظهر جنب السيد الحسيني، ولاحظ المخرج وجود حركات غريبة واشخاص بتظهر قدام الكاميرا ما يعرفهمش ومش موجودين في سيناريو الفيلم، فافتكروا ان كل دي تهيؤات بسبب ضغط الشغل. وبعد تصوير الفيلم بايام اتوفى واحد من طاقم العمل والسبب كان مجهول. ولما تم عرض الفيلم في السينمات لاحظ الجمهور ان في حاجات غريبة بتحصل لهم، منهم اللي كان بيصرخ ومنهم اللي كان بيغمى عليه بدون اي سبب. ولما اتذاع الفيلم في التلفزيونات وبدأت الناس تتفرج عليه، بعض الاهالي كانوا بيصرخوا ويشوفوا خيالات غريبة، ولكن في النهاية ربنا حماهم ومفيش حد اتأذى جامد الحمد لله. وبسبب كل ده صدر قرار بمنع الفيلم من العرض، ومن اللحظة دي اتشهر السيد الحسيني اكتر وبقى حديثه على كل لسان. ولكن كل ده فجأة انتهى لانه مات بعدها على طول، وطريقة موته كانت لغز محير وصدمة لكل الناس من بشاعة منظره وقتها. ففي عام 2003 زوجة السيد الحسيني دخلت عليه مكتبه لقيته ميت على الارض، فبلغت البوليس على طول. ولما وصل رجال الشرطه لشقته في فيصل لقوه واقع على الارض وبقه مفتوح ولون جلده كان ازرق وعينيه مبرقه وجسمه متخشب وباين عليه اثار الخضه. فيا ترى ايه اللي شافه خلاه يتصدم ويموت بالشكل ده؟ ده حتى طول عمره بيتعامل مع الجن والشياطين واخد على رؤيتهم.
وظهرت اقاويل كتير في موته. ففي اللي بيقول انه كان بيحضر كيان من الجن قوي جدا وما قدرش انه يسيطر عليه، وناس تقول انه شاف ملك الموت وهو بيقبض روحه وده عقاب ليه على اللي كان بيعمله في الناس. ولكن كل دي اقاويل ملهاش اي دليل، واكيد الطب الشرعي هو اللي هيقول سبب الوفاة الحقيقي. ولكن المفاجأة ان تقرير الطب الشرعي قال ان الوفاة مش معروف سببها ايه، وكأن اللي موته كان غامض مش من البشر، او كأنه مات في عالم تاني غير عالمنا بتحكمه قوانين تانية غير اللي عندنا. فهو ما ماتش بهبوط حاد في الدورة الدموية، ولا في اي اثر لسم في جسمه، ولا في اي نوع من الجلطات في القلب او المخ، ومفيش اي سبب مقنع للوفاة. وده خلى الموضوع يتعقد اكتر ويبقى غامض، وبقت فكرة ان الشياطين هي اللي قتلته منتشرة بين الناس، خاصة بعد الحاجات الغريبة اللي لقيتها المباحث في شقته اللي كانت لوحدها عبارة عن فيلم رعب. واتأكد انه فعلا كان من كبار السحر في العالم، ويستحق فعلا انه يتقال عليه انه خادم ابليس. فلقت الشرطة 16 منديل ملوثين بالدم وعظام حيوانات في اماكن كتير من الشقة، ده غير الكميات الكبيرة جدا من اللبن اللي كانت موجودة، واللي طبعا كانت اضعاف احتياج اي اسرة، وده بسبب انه كان بيستخدمها في السحر. ولقوا في اوضة نومه صور لناس كتير من نجوم السينما والمشاهير مكتوب عليهم بعض الطلاسم. ولما فتش رجال الشرطة في اجندة تليفونات الحسيني لقوا ارقام تليفونات كتير لفنانين ولاعيبي كورة وسياسيين مشهورين، وبعض ارقام هواتف لناس في الخليج. وطبعا لقوا كتب كتير للسحر زي كتاب الجوهرة وكتاب شمس المعارف. وما انتهاش الرعب عند كده، فبيحكي رمضان مغسل المشرحة اللي تولى مهمة تغسيل وتكفين الحسيني عن اصعب وارعب ليلة قضاها في حياته وعمره ما قدر ينساها. والبداية لما جت جثة الحسيني للمشرحة اللي كان شغال فيها، وبسبب انه ما كانش معروف سبب الوفاة ايه، الجثة اتشرحت الاول، وبعد 3 ايام اتكتب تقرير الوفاة وتم الموافقة على الدفن. فجه دلوقتي دور رمضان عشان يغسل الجثة، وكانت المشرحة كلها فاضية، مفيش بس غير 2 دكاترة مستنيينه لما يخلص عشان يستلموا منه الجثة. فاخد رمضان الجثة ودخل بيها لأوضة مخصصة للغسل، وحطها على الترابيزة وجاب المية وابتدى يقوم بشغله. وفجأة سمع صوت حاجة وقعت وراه على الارض، فلقى ترابيزة واقعة، ما يعرفش هي وقعت ازاي كده لوحدها. فعدلها ورجع تاني لشغله، ولكن فجأة ملقاش الجثة اختفت وملهاش اي اثر. بص على الباب لقاه مقفول زي ما هو. طب الجثة راحت فين؟ ووقتها حس ان في حد بيتنفس ورا ظهره، فلف بالراحة ولكنه ملقاش اي حاجة. فبيبص تاني لقى الجثة رجعت مكانها، بس العينين كانت مفتوحة ومبرقة، والجسم خس جدا وقصر، وشعر الراس بقى كله ابيض، رغم ان سنه لما مات ما كانش كبير قوي للدرجة دي، كان تقريبا 58 سنة. وقال كمان ان لو اي حد في مكانه كان اترعب وراح فيها، ولكنه عشان كان عارف هو مات ازاي كان ماسك نفسه شويه. طب هو مات ازاي بقى يا عم رمضان ما دام انت عارف؟ لا مش هينفع اقول عشان ما يحصليش مشاكل في شغلي. والمفروض اللي قال له على سبب الوفاه هو دكتور المشرحه اللي شرح الجثه. المهم مسك رمضان عينه وقفلها، وفجأة الجثة صرخت صرخة قوية جدا خلته يقع على الأرض. فقام مرعوب لقاه رافع رجليه لفوق وبيتكلم مع حد، وبعدين رجع تاني لطبيعته وكل حاجة هدي. فرجع رمضان تاني للجثة عشان يكمل شغله، وهو بيدعي ربنا إن الليلة دي تعدي على خير. وبعد ما خلص فتح الباب، ولكن وهو خارج سمع صوت الترابيزة بتتحرك وراه، ولما بص وراه لقى الجثة قاعدة على الترابيزة وبتبصله. فساعتها ما قدرش يستحمل اللي بيشوفه وطلع يجري وهو بيصرخ لحد ما الدكاترة سمعوه، وواحد منهم جاله وسأله ايه اللي حصل، ولكنه كان بيترعش ولسانه عاجز عن الكلام. فشاور له على أوضة التغسيل، ففتح الدكتور الباب ودخل، وعدى وقت طويل جدا وما خرجش. فراح رمضان عشان يشوف ايه اللي حصل له، فلقاه بيكمل الشغل اللي ناقص وكل حاجة طبيعية، والجثة في مكانها على الترابيزة. وقال له مالك بس يا رمضان، حصل لك ايه؟ انت كده هتخلينا اندم اني قلت لك الراجل ده مات ازاي. وكان هو ده الدكتور اللي شرح الجثة وعارف سبب الوفاة، ولكنه فضل لغز محدش يعرفه غيرهم. وبيقول رمضان انه ساعتها كان عايز يسيب شغلانة تغسيل الموتى دي ويشوف له حاجة تانية بسبب الرعب اللي شافه، ولكن بعد ما اتدفنت جثة الحسيني ما حصلتش اي حاجة غريبة تانية، الا ان اوضة التغسيل بقى يظهر فيها خيالات وبيسمعوا اصوات كل سنة في نفس اليوم اللي حصلت فيه الواقعة دي. السيد الحسيني في ناس قالت عليه انه وصل لمكانة انه يكون اعظم ساحر في التاريخ، وعاش حياته كلها بيخدم الجن عشان يساعدوه ويطيعوا اوامره ويقدر يأذي الناس. وكمان كان بيدعي انه بيعلم الغيب وبيتنبأ بالمستقبل، ولكن شوف في الاخر نهايته كانت عاملة ازاي، ولسه عذاب ربنا في الاخر. ودي نهاية كل انسان اشرك بالله واتبع الجن والشياطين.
بس كده، دي الحلقة التانية من سلسلة السحر. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن بداية السحر على الارض وقصة هاروت وماروت، هسيبها لكم هنا فوق، خشوا شوفوها دلوقتي لو مهتمين بموضوع السحر والشعوذة والحاجات دي وعايزين تعرفوا اكتر. وان شاء الله الحلقة الجاية هتبقى عن حامد ادم، الساحر السوداني اللي اتحدى ملك الجن وتاب من السحر بعد ما عاش مع الجن 17 سنة، وكان تحت ايده 286 جني بيتحكم فيهم، وهيكشف لنا اسرار كتير في عالم السحر عشان ناخد بالنا. وسلام.